اكتر سؤال بنتعرض له في العيادات الفتره اللي فاتت هو ايه اهم وسيله او افضل وسيله لمنع الحمل؟ معاكم دكتور علي عرفة، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري. هقول لكم الاجابه دلوقتي. اولا مفيش حاجه اسمها افضل وسيله منع حمل، هي فيها على حسب السيده وظروفها. اول حاجه بترضع ولا ما بترضعش، هل بتتعالج من حاجه ولا ما بتتعالجش. فعندنا وسائل كتير لمنع الحمل. السيده اللي بترضع بتبقى محصوره في كذا حاجه، اللي هي حبوب الرضاعه، اللولب، الكبسوله اللي هي بتتركب في الدراع، وكل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. المدام او الام ما بترضعش، ممكن نركب اللولب، ممكن نستخدم وسيله منع الحمل ذات الهرمونين اللي هي حبوب منع الحمل ذات الهرمونين، ودي ليها ميزات غير ان هي وسيله منع حمل، ان هي بتظبط البريود وبتقلل الدم بتاعها وبتمنع مشاكل كتير. واستنونا ان شاء الله الفتره الجايه في مواضيع كتير مع كلينيدو.